السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك عملنا معاكم القرص الطرية، حاجة كده ما شاء الله تحفة جدا، والطريقة متجربة كذا مرة وحاجة مضمونة يعني. زي ما انتم شايفين كده معانا كيلو دقيق، انا هشتغل بكيلو دقيق واحد. هنا معانا 3 معالق سمسم متحمصين، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، رشة فانيليا على حسب ما انتم عايزين، رشة ملح. أول حاجة دي المكونات الجافة بتاعتي هابدأ أقلبها مع بعض. بعد كده معايا كوباية سمنة ونص كوباية زيت. أنا هنا هاعجن القرص بتاعتي باللبن الرايب. هنا اللبن الرايب بيدي طراوة للقرص وبيخليها فترة كويسة عندك في المطبخ يعني. لكن اللبن الحليب يعني بينشفها شوية، ولازم تخلص بسرعة يعني ما تفضلش أطول وقت يعني. هنا زي ما انتم شايفين هابدأ بس أضيف المادة الدهنية، ويا دوب بس كده تاخد الدقيق يتشرب السمنة، وبعد كده هابدأ أعجن معاكم اللبن باللبن الرايب. ما بتاخدش وقت خالص. أنا هنا ما بابسش بس كامل، أنا هنا باخد دقيقتين أو دقيقة يعني، آخد أشرب الدقيق بالسمنة وخلاص على كده. دي قرص طرية مش قرص مبسوسة، في فرق. هنا بس هنشرب السمنة بالدقيق، وبعد كده هابدأ أضيف معاكم كوبايتين لبن رايب. هنا اللبن الرايب بيديها طراوة ما شاء الله، بيخليها جميلة جدا وهشة، وهوريكم النتيجة في الآخر. هنا طبعا انا مسرعة الفيديو، لكن هي اخدت، هي ما بتاخدش معايا وقت خالص يعني، بس انا مسرعة الفيديو معاكم. هنا طبعا نزلنا بأول كوباية لبن رايب. هنبدأ بس نعجن فيها ونلمها، بس مجرد ما نلم كده مش هنعجن. هنزل بالكوباية التانية، هما اخدت معايا كوبايتين بالظبط. هنبدأ نلم العجينة كده على حسب نوع الدقيق يعني. ممكن في نوع دقيق بياخد معاكي لبن كتير، في نوع دقيق بياخدش معاكي الكوبايتين، على حسب المادة السايلة او على حسب نوع الدقيق. انا هنا الدقيق اللي معايا اخد معايا كوبايتين بالظبط لبن رايب. ممكن نوع دقيق تاني ياخد اكتر يعني، على حسب نوع الدقيق. هنا طبعا هبدأ ألم فيها. انا ما بعجنش، بس انا ببدأ ألمها كده. بعد كده هاسيبها ترتاح معايا 10 دقايق بالظبط. في الوقت الساعة اللي احنا فيه ده بس هنريحها 10 دقايق عقبال ما اجهز الصواني بتاعتي، وبعد كده هرجع اشكل فيها على طول زي ما انتوا شايفين كده. هريحها بس 10 دقايق وبعد كده هرجع اشكلها. بقول لكم هنا العجينة ما شاء الله ملمسها جميل وطرية جدا، وما بتلزقش وحلوة جدا. هنا ارتاحت 10 دقايق، هبدأ اشكل معاكم. طبعا انا عملتها هنا سادة، انتي حابة بقى بعجوة ماشي، على حسب ما انتي عايزة. انا هنا شكلتها سادة. طبعا ما ننساش ال3 معالق سكر، انا نسيت اقول عليهم، فما ننساهمش طبعا. هنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله التشكيلة اللي انت حباها اعمليها، حباها صغيرة وحباها مرتفعة، زي ما انت حابة بتشكلي شكلي. في الساعة العجين بياخد معايا وقت في التخمير، فانا هنا لازم اقل حاجة عشان تبقى كويسة في التخمير بتاعها، اقل حاجة ساعتين 3 في الساعة دي. فانا هنا شكلتها وسبتها براحتها خالص عقبال ما ارتفعت معايا، وبعد كده دخلتها الفرن. طبعا درجة حرارة الفرن 180. بنشغل من تحت، وبعد كده اول ما بتاخد لون بنبدأ نشغل عليها الشواية. ما اخدتش معايا وقت خالص، زي ما انتوا شايفين كده انا شكلتها وانا واقفة، ما اخدتش معايا ولا وقت ولا مجهود خالص. وحاجة كده لزوم بقى السقعة والدفا وفي الشتا يعني. هنا عملت معايا ما شاء الله الكيلو بيعمل معايا ما شاء الله كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. انا خلصت اول صاج، ده تاني صاج. او عملت معايا حوالي 3 سيجان بتهيألي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ترتاح، وهتلاقيها بتتفرد معاكي بسرعة.
زي ما انتوا شايفين كده هنخلص كل الكمية بتاعتنا وهوريكم شكلها النهائي، وهوريكم برضو طريقة التسوية. اول ما تسيبها بترتاح ما شاء الله بتتفرد معاكي بسرعة جدا. انا هنا بكورها وبعد كده بسيبها في الاخر خالص، فاروح جايه فرداها، بتتشكل معاكي بسرعه ما شاء الله. عملت الكيلو، عمل معايا كميه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، حاجه كده ما شاء الله. بألف هنا اللي اكل منه. الطريقه دي متجربه جدا يا جماعه، وطريقه مضمونه جدا للقرص الطريه. حاجه كده بألف هنا اللي اكل منها. هنا زي ما انتوا شايفين انا سويتها، بس اللقطه دي ما جاتش معاكم. زي ما انتوا شايفين كده القرص تحفة 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 بجد، وطرية من جوه وهشة ما شاء الله عليها، ولونها جميل جدا. هنا الكاميرا يعني ظالمة اللون شوية. ما شاء الله اللون تحفة، وبوريكم دي هشة من جوه. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة. وده كان شكل القرص بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن.